السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أنه الجو بارد وشتاء فماكو أحسن وأطيب من مشروب الهوت شوكليت اللي راح نعمله اليوم بطريقة سهلة وطعم كلش طيب. أنصحكم تجربون هذا المشروب لأن عائلتي كلش حبونه. نبدأ بسم الله. أول شيء نحتاجه هو الشوكولاتة. أحتاج نص كوب من الشوكولاتة المبروشة، راح نبرشها بهذا الشكل باستعمال هذه الآلة. وهاي بعد ما برشنا تقريبا نص كوب من الشوكولاتة نكتفي بهاي الكمية. وهاي نص كوب من الشوكولاتة المبشورة. طبعا كمية الشوكولاتة حسب الرغبة، ممكن تزيدون أو تقللون، بس أنا ما أنصح تقللون، ممكن تزيدون الكمية. راح نخليها مباشرة بالبرطمان أو أي علبة يعني محكمة الإغلاق. ونضيف ربع كوب من الشكر، ونضيف نص كوب من الكاكاو البودرة الخام، ومعلقة كبيرة من النشا، ونضيف رشة ملح. وراح نخلط هاي المكونات، نسد البرطمان بهذا الشكل ونبدأ نخلطه. وبهذا الشكل يصير عندنا خليط الهوت شوكليت جاهز معانا نستعمله عند الحاجة. هسه راح اشوفكم طريقة استعماله. طريقة الحفظ: نستعمل برطمان او علبة محكمة الاغلاق ونغلقها بهذا الشكل ونخليها بالمطبخ عادي، ونستعملها عند الحاجة. حتى نعمل مشروب الهوت شوكليت، كل كوب من الحليب السائل نخلي عليه معلقتين مال اكل او مال الطعام يعني من هذا الخليط اللي عملناه. واذا تحبون ممكن تضيفون 3 معالق، بس معلقتين يطلع عندنا مضبوط كلش. خلينه على النار حتى يغلي معانا، نخلينه على النار وننتظر عليه حتى يغلي معانا ونستمر بالتقليب. وين تغلي معانا نذوقه، اذا احتاج شكر ممكن نضيف له او نستغني عن الشكر. انا راح اضيف له معلقة صغيرة من الشكر لان احبه يكون شوية حالي معايا. وإذا تحبون الحالات ماله تكون معتدلة فما راح نضيف أبد شكر. كمية الشكر اللي حطيناها بأول الخليط كلش كافية. وأول ما يبدأ يغلي معانا راح نبدأ نصبه بالفناجين أو بالكوب. خلي شوية شوكولاتة. وراح اخلي مارشميلو طعمه كلش طيب مع الهوت شوكليت. هذا المارشميلو معمول بالبيت، راح اتركلكم طريقة عمله بصندوق الوصف. وهذا الشكل النهائي لوصفتنا، جربوها وساهمكم العافية.